صندوق النقد الدولي ده محدش غلبه قدنا احنا، ولا في دولة قدرت تتفاوض معاه زي ما احنا تفاوضنا معاه. وشهادتهم الأخيرة قال لك المصريين دول أكتر ناس تعبونا في المفاوض. قلنا تفاوض، ضغط سياسي، كل ما تلاقي مشكلة أكلم الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنساوي، لأن أنا عملت معاهم علاقات. كل ما أكلم واحد علاقات، برتب علاقات. أنا لما بزور واحد مش رايح عشان أطلب منه حاجة، لا، أنا ببص قدام شوية، هحتاجه. أزور الرئيس الفرنساوي، أكون رايح أوروبا، أخد بلدين ثلاثة، عدى عليه إن شاء الله ساعتين ثلاثة. أي واحد ما بيربي صداقات، صديقه ده هيجي وقت ينفعه. بنربي صداقات مع الدول. فرنسا مثلا في الوقت لما كان كل الحنفيات مقفولة عشان الإصلاح الاقتصادي، كنا مزرجنين مع صندوق النقد، كنت أكلم الرئيس الفرنسي أقول له الدقيق مش عاوزين تبيعوا لنا ليه؟ ما احنا ظروفنا صعبة، احنا ماشيين. يقول لي أنا قلت لهم الجماعة الخيبانين دول ما يوفيش ضد أكل، لازم يدوا مصر. جاك شراك مرة بعت لي 5000 طن سكر مجانا، كان كله بيساعدني لأن عامل معاهم علاقات. لما بقى صندوق النقد سنة 90 كان مزرجن وبتاع، وعارفين كانوا عاوزين يحطوا علينا أعباء شكلها إيه في الإصلاح. يعني أجي كل سنة أخبط الأسعار 90%. تصور لو كل حاجة تزيد 90%، على ما توصل مواطن تبقى زادت 300%. مين اللي هيتحملها؟ ده كان الكفاح بتاعي عشان الحكاية دي. أحسن برنامج إصلاح اقتصادي حصل في العالم بشهادات الكل هو البرنامج المصري. بس بقى أخذت مننا مجهود، الواحد جاب العالم، لف العالم كله، وطول نهار كلم ده وكلم ده وكلم ده، ومشينا حالنا وبنسقط ديون دلوقتي. يعني في 17 سبتمبر هيسقطوا كمان 15% الديون. ده بيخفف الضغط مش علينا النهارده، للشباب لكم وللأجيال المستقبلة، عشان تقدر نوفر لها الراحة حتى في التنمية والحاجات دي بلا أعباء تنوء بها الجبال.